دفع إلي أخ كريم هذه القشرة لثمرة اللب، ثمرة اللب المعروف يعني. فسبحان الله الحمد لله الصورة واضحة جدا في ما شاء الله. أظن أنكم تقرؤون الآن بفضل الله بخط واضح جدا بارز على الثمرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف لفظ الجلالة الله، التكملة هنا في يعني سبحان الله هنا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دي ثمرة يعني سبحان الله، قشرة ثمرة لب حقيقية مش محفورة ولا مكتوبة، ولكن سبحان الله. لكن عاوز أقول أنه نحن المسلمين لسنا في حاجة على الإطلاق إلى مثل هذه الثمرة لنصدق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذه ما شاء الله إشارات جميلة على الطريق، يعني يزداد بها المؤمن إيمانا، ويعني يقف المتشكك المتبجح الذي ينكر وجود الحق سبحانه وتعالى أو ينكر ألوهيته سبحانه جل وعلا، يعني يقف مع نفسه وقفة يقول يعني من الذي كتب على هذه الثمرة بهذا الخط الواضح؟ لا شك أن الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر من عند الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى مثل هذا لنؤكد إيماننا، وإنما هي أمور نجدد بها إيماننا بالله سبحانه وتعالى. وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه دليل على وحدانية الحق سبحانه، على أنه لا ينبغي أن يفرد بالتوحيد ولا بالألوهية والعبادة إلا هو. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج من الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. إله مع الله في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الأعرابي الذي لم يدخل إلى كلية من الكليات أو جامعة من الجامعات لكنه دخل جامعة الفطرة، استدل على يعني الحق تبارك وتعالى استدلالا جميلا، فقال: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان به، وأن يرزقنا وإياكم توحيده إنه لذلك القدر.